اللي تموت منهم خوتي تمن ما تحيروش خوكم اي حاجه تصرى ما تحيروش. تكلموش ما تقولولوش. اول رمضان الخميس كلمت معاهم الجمعه الله يرحمه. كثيرة هي قصص الجزائريين الذين هاجروا إلى اليونان بطريقة غير شرعية في محاولة منهم جعلها نقطة عبور لدخول البلدان الأوروبية الأخرى. تجولنا في مركز العاصمة اليونانية بأومونيا بحثا عن الجزائريين الذين وجدنا البعض منهم مجتمعين في هذا المقهى الشعبي. دخلت على الترك من الترك اليونان بطريقة غير شرعية، ودوكا عندي مده لهنا في البلاد هذه. جواز هو كلش على كل حال، وثيقه رسميه تقدر تسافر بها على كل حال. واحد يهبط يشوف انا انسان توفات يما لهنايا وما شفتهاش، عندها دوكا عام. انا بابا في عمره باك شحال 90 سنه 15 سنه ماشي والديه. جواز ما حبوش يعطوهن، غير تاع عام ما حبوش يعطوهن. مشاكل بالجملة يعيشها المهاجرون الجزائريون هنا بديار الغربة، فعدم الحصول على جواز سفر جزائري سلبهم أمل الرجوع للأهل حتى وهم أموات. فالعديد من جثامين الرعايا الجزائريين قامت السلطات اليونانية بإحراقها بعد أن عجز أبناء الجالية في توفير مبلغ 4800 يورو لنقل الجثامين للجزائر. الموتة تاعنا تموت الجاليه تاعنا هنا خويا تخلص 4800. كل ما نحطوش حنايا واحد يحط 50 واحد يحط 100 واحد يحط 150 نتعاونوا باش نهبطوه. جزائريين ضيعات تاكلك من الاخر نهضر خويا، ضيعات تاكلك ما عندكش صوار دكا تموت في الحبس. تيجا كاين 3 جزيريه تاعنا حرقوهم. علاه كاين قانون في الدوله اليونانيه هنايا، يوناني ولد بلادهم باش يدفنوه لازم يشري قطعه ارض يشريها ب 3500 اورو. تجي جونفي فيفري مارس الطريقه هذيك تاع مقدونيا كل يوم تسمع 2 3 موتى. معاناة بالجملة يعانيها المهاجرون الغير شرعيون باليونان، فإيهامهم بالحياة الراغدة هنا بالضفة الأخرى لم يجسد لها مكان على أرض الواقع، بل زادهم ذلك عناء الحرمان من ذويهم. لتلفزيون النهار، إبراهيم برقاش، العاصمة اليونانية، أثينا.